الهلال بقيادة رامون دياز بيحقق فوز مهم جدا على الفيحاء بثنائية ايجالو، بس الاهم من ده ان في اشاعات طالعه ان سلمان الفرج يعتزل اخر الموسم، بس الكلام ده صح ولا حقيقة؟ استنى لي لاخر الحلقة وهات لك كوباية العصير ونشوف مع بعض. والمتصدر الاتحاد بيكسب بالثلاثة قدام ضمك، وتسجيل مين؟ احمد حجازي اللي انا كلمتك عليه الحلقة اللي فاتت وقلت لك اهم واحد في المنظومة بتاعة الاتحاد وكابتن بمعنى الكلمة. والنصر في مهمة سهلة بيكسب بالخمسة قدام العدالة، المركز قبل الاخير في الدوري، ومين اللي بيسجل؟ تاليسكا ورونالدو. كل اللعيبة اللي انا شكرت فيها الحلقة اللي فاتت اتألقت الجولة دي. هنتكلم بشكل اكبر وهنتعمق في كل الحاجات دي جوه في الحلقة، بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد وفعل جرس التنبيهات. وتابعنا على كل حساباتنا في السوشيال ميديا، فيسبوك وتيك توك وانستجرام، بننزل محتوى مختلف وريل كده وتحديات بتنزل كل يوم، فتابعنا. فخش لي يا ابني بالانترو. مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم، هذا لا يحدث كل يوم، لا يحدث في كل جولة، لا يحدث. نبدأ كلامنا بماتش النصر والعدالة. والله يا جماعة الماتش كان شبه الحصة التدريبية، بس اقول لك على حاجة، كل ده كان متوقع عشان اداء العدالة الموسم ده مش حلو قوي. الفريق بيعاني بشكل كبير، وغير كده اصلا ضامن الهبوط. لا وفي يوم تألق مين؟ تاليسكا وكريستيانو الاتنين اون فاير الموسم ده. كريستيانو الماتش ده كان الغزالة رايقة، بيطلع بره ال 18 كتير عشان يفضي مساحة لتاليسكا اللي قدر يستغلها كويس قوي، جاب الجون التاني والرابع وضيع له بتاع 3 اجوان. وكريستيانو كمان جاب لك جونين، واحد من ضربة جزاء والتاني تاليسكا قال لك والله ما ينفع لازم اعمل لك اسيست. والختام بقى ايمن يحيى بيجيب لك الخامس، والنصر لسه بينافس على الدوري. نروح بقى الماتش الاتحاد وضمك. فرقة ضمك فرقة محترمة جدا، وداخلة الماتش قدام الاتحاد ب3 فوز متتاليين، قدرت تحط الفرقة في المركز السابع، بس على مين؟ انت قدام العميد بقيادة هداف الدوري عبد الرزاق حمد الله، وبالمناسبة ما جابش جوان الماتش ده. وبصراحة انا مش جاي اكلمك في فنيات، انا خلصت كل الفنيات، الحلقة اللي فاتت ارجع اشوفها، بس الماتش خلص 3-0، واللي جاب الاجوان رومارينيو وبرونو هنريك، والحاجز احمد حجازي. بس طالما الماتش في ملعب الاتحاد وجمهور الاتحاد موجود، اكيد الغزالة بتاعت اللعيبة كلها كانت رايقة. وكان في حالة طرد نسيت اقول لك عليها لاحمد مسعود، بس من رأيي الطرد مستحق. فحاجة عاوز اتكلم عليها كده قبل ما انقل من الماتش، هو جمهور الاتحاد. جمهور الاتحاد اللي ورا الفرقة طول الموسم، وهيبقى سبب مهم قوي للفوز بالدوري. نختم بقى بماتش الهلال والفيحاء. الهلال بيقدر يكسب الماتش 2-0 بجونين ايجالو اللي بيبقى هداف الدوري مع تاليسكا، وبيعدوا عبد الرزاق حمد الله اللي معاه 15 هدف. ونيجي بقى سريع كده للخبر الاهم من الماتش بالنسبه لي، هو اعتزال سلمان الفرج. طبعا كل الكلام ده اشاعات ومفيش مصدر موثوق طلع منه الخبر، وكل ده اجتهاد من الصحافه السعوديه من كتر اصابات اللعيب. سلمان متهيالي في اخر 4 مواسم مثلا غاب عن نص ماتشات الهلال بسبب الاصابات، بس ده طبعا ما يمنعش ان ده من اهم لعيبه الهلال ومن اهم لعيبه السعوديه اصلا. واكيد قرار زي ده اللعيب مش هياخده الوقت نظرا لبطوله اسيا اصلا اللي لسه داخله عليك. والهلال عنده ماتش مؤجل قدام الشباب المنافس الاول ليك في الترتيب. تعالى بقى ناخد نظرة سريعة مع بعض كده على ترتيب الدوري. الاتحاد في المركز الأول ب 53 نقطة، بعدين النصر على طول فرق نقطة واحدة ب 52، الهلال 45 نقطة والنصر 44 نقطة. وبس كده حرفيا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي في الكومنتات رأيك في الحلقة، وتقول لي مين هو بطل الدوري من وجهة نظرك. ما تنساش تتابعنا كل حساباتنا في السوشيال ميديا، فيسبوك وتيك توك وانستجرام، بننزل محتوى هناك مختلف وريل بتنزل كل يوم، فروح هناك تابعنا. اشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم.